السلام عليكم. يلا بينا بقى نسمع كده لايف. حد بياخد حقنا كلنا من ابو شهد، حد بيسمع ابو شهد الكلام وبيربيه صح. لايف فعلا مهم جدا جدا. لايف هنضحك في الاول وبعد كده هنسقف كلنا اللي مسك ابو شهد غسله ونشره كمان. يلا بينا نسمع اشد واحلى واجمل لايف بالنسبه لي، سمعته اكتر من مره وحابه ان حبايبي يسمعوه علشان يحسوا كده ان دمهم هدي شويه، لان بصراحه من بعد الحكم على دعاء واحنا متضايقين وعايزين حد ياخد حقنا كلنا. يلا بينا نسمع اللايف. الله يهديك. الله يهدينا ويهديك يا ابو شهد. الدكتور ده دكتور في ايه يا سعود؟ دكتور هذا في المسالك البوليه. طبيب شعبي يا ابو. يعني ايه بس افهم، يعني ايه طبيب شعبي. طبيب شعبي بداوي المسالك البوليه اللي عنده بواسير اللي عنده شيء. طيب كده ده اسمه ألس وحضرتك كبير لا طبعا. نبغى اسمع لا نبغى نقاش عشان الناس تستفيد منه. ابو شهد ابغاك تقنع، انا لي ساعه قاعد اقنع فيه ان الدعاء هي القاتله. تمام، عشان انا طبعا في مكان. يا جماعة معلش ممكن طلب لو سمحتوا الله يخليكم بدون غلط. ايوه بدون غلط ابو سعيد. بدون غلط الله يسعدك. الآدمي عندي اسمع يا سعود يا ابو سعيدان. الآدمي عندي دقيقة الآدمي عندي في بثي أنا ما أرضى أحد يغلط عليه ولا أحد يغلط عليكم. ضيفنا ولا أحد يغلط عليه. فأيوه فالكلام يكون بهدوء بنقاش محترم. بنقاش يا أبو سعيدان إن شاء الله. القضية نقاش حلو. يلا إن شاء يلا الله. تفضل أنت وأبو شهد. من يبدأ أنا ولا أبو شهد؟ انا طبعا يا استاذ سوما عمري ما بغلط في حد. الله يسعدك. لا أبو شهد أنا عارفه يعني بأمانة ما عمره غلط. انا معلش يعني أنا صراحة أنا لا أبغى أحد يغلط على أبو شهد ولا يغلط أبو شهد عليكم، فخلوا النقاش راقي، فخلوا أيوة. بهدوء باحترام. ايوه ما عجبكم الله يستر عليكم، روحوا في مكان ثاني تناقشوا. صح خلاص يلا نتناقش. يلا كلامك عليه الترند الجديد، عين العقل. الترند الجديد اللي حيصير يوم 9 يا جماعة هو أبو سعيدان وأبو شهد. وتسيبنا. انا عايز اسالك سؤال، الراجل ده يعني بيقرا الشغل ده يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا هو يقول حسب التحليلات. انا لي ساعه جالس اقنع فيه، قلت له لا يا ابو شهد يا ابو شهد وش بغلط؟ ماني غلط ولا بسوي لك شيء. انا تحليلي يا ابو شهد. يا عم حلل براحتك الله يهديك، حلل براحتك والله. وبعدين في قلبك انا ما بقول لك انك تقول للناس انك شو اسمه. انت داخلك من جوا قلبك اللي مطلع عليه مين؟ مطلع عليه رب العالمين. اكيد طبعا. ايوه. والكلام اللي انا اقوله يا ابو شاهد والله انك في قلبك من جوا انك غير تقول ان تقول الكلام هذا صح. حضرتك عرفت الكلام ده منين؟ اطلعت على قلبي ازاي؟ ولا يعلم القلوب. انا بقى طيب انا ايش قلت لك؟ ما يعلم بالقلوب الا اللي خلقها. من القلوب الا الله. بس انت حلفت بالله وقلت ان اللي في قلبي وعرفت انك عارف يا ابو شهد. ابو شهد انك عارف من اول مسك الخيط من اول الاخره. بس عارف مين اللي ذبح، عارف مين اللي شال، عارف مين اللي سوى. انت عارف يا ابو شهد. طيب هتديني فرصه ارد عليك ولا انت هتقعد تتكلم وخلاص؟ لا بالله والله ما هرج، والله ما هرج. طيب بقول لك حاجه اول شيء. بس بقول لك شيء. انا ابغى افهمك وجهه نظري. انت كده في ناس يا رد على الراجل يا بعد اذنك. طيب تفضل. حضرتك يا فندم حطيت نفسك في منطقه ربنا سبحانه وتعالى خصص بيها نفسه، وحضرتك راجل كبير وطبعا على راسي واحترامك فوق دماغي من فوق. فما يصحش يا فندم اي بني ادم فينا مهما كان علمه يحط نفسه في منطقه ربنا سبحانه وتعالى خصص بيها نفسه. ولا يعلم القلوب الا الله. شكرا. ودي النصيحه مني انا وشاب صغير مش في عمرك في سنك، ان حضرتك تحط نفسك في منطقه ربنا وحده بس اللي اعلم بها. شكرا. سلام عليكم. طيب ايوه هذا انت قلت ربنا اعلم فيها، ما احنا نقول ربنا هو العالم. لا انا ولا انت عالم.
ربنا طيب اللي تخفيها الصدور من يعلم فيه الله سبحانه وتعالى، طيب مو انت. عم ابو سعيدان ابغى بس اقول لابو شهد شغله. ابو شهد الكلام انا ده لما نطلع، طب انت اسمع ابو شهد خليني انا مطلع أشرح لك شيء. وعارف ودخلت جوه صدري وعرفته ازاي. ربنا قال لك في ودنك مثلا، ربنا قال لك علم غيبه يا فندم. الناس ليه بتخش في منطقه مش بتاعتها؟ بتخش ليه الناس في منطقه بتاعت ربنا؟ زي مثلا اللي بيني وبين ربنا حد يعلمه الا الله. انا اسمع، لا تقعد مثل ما تحلف انت بالنبي وتدخل كمان. سواء احنا عندنا ما ندخلها ولا تدخلت الحمد لله. انا قلت لك شيء انت في قلبك يطلع على مين؟ انا لا اطلع عليه ولا ربنا. طيب اسمع عم سعيدان دقيقه. ابو شهد ابغى اول شيء اقول لك حاجه كويس انك جيت. انا لما اكون مثلا بص يا سعيدان سعود، عندنا انا مش هسمعك وسيبك مش ابغاك تسمعني. تعمله في المنصات ده وتجيب واحد وتقول دكتور وهو شكله بتاع ودع وشغل من ده. انا الكلام ده يا عم الحاج ولا يمشي. اسمع طيب اسمع ولا يمشي نقنع الناس. كل اللي انت بتعمله. طيب يا سعود اصبر دقيقه بالله يا ابو شهد. انت مكشوف يا سعود. انا بتاع ودع. انا بتاع ودع. كيف نقنع الناس بالحقيقه يا ابو شهد؟ كيف نقنع الناس بالحقيقه؟ بتقول يعني ايه؟ زي امس اللي طلعت معنا امس من فلسطين، انت زعلت انه قاعدين نتناقش معاها. طيب لا. انت شايف معي المحامي هاني دقيقه، انت شايف معي اسمع طب بس. خلينا نتكلم وانت خلينا نتكلم بعدين انت. ادبك انا طبعا عنديش مشكله خالص، انما تشتم وتقل ادبك لا طبعا. غير يعني انت هل شتمت؟ هل عمري شتمت انا؟ هل عمري بس يا شتمت؟ صاحبي، حضرتك ترضى ان انا اسبك في اهلك؟ ترضى ان انا ما ابدا ما ارضى، ابدا ما ارضى، ابدا ما انت ارضى. ترضى عشان ان كده تطلع في منصه وانت واقف وتيجي تقول لي لا انا ما ارضاش وانا هعمل وانا هسوي؟ انا جالس اقنعه ابو شهد، انا جالس اقنعه. مبسوط وتروح عند خيري خيري بيسب في اعراض تقول لي لا ما بيحصلش، وهو اكتر واحد بيسب في الاعراض وانسان مش اقنعهم يا ابو شهد. انا كيف اقنع الجمهور؟ يا سعود يا سعود انت راجل على راسي برضو من فوق. الله يسعدك حبيبي. اللي انت بتعمله صدقني انا كشخص فقير الى الله فقط، في علمي وفي عقلي وفي كل حاجه فقير الى الله فقط وليس للبشر. فكل الكلام ده كله صدقني ما بياكلش معايا، لاني انا كشفه وربنا سبحانه وتعالى نور بصيرتي. عشان ابو شهد منور بصيرتي من زمان. طيب قوي انت شايف اسمع. انت لو مكاني صدقني والله لو مكاني تحمل ابدا. خلينا نتكلم. طب ممكن اتكلم يا ابو شهد؟ ممكن اتكلم؟ اتفضل. طيب احنا انا والمحامي هاني سمير انت عارف وجهه نظرنا، ومو عشانك، عشان احنا قاعدين نبغى نبين الحقيقه للناس، وشفت اللي قاعدين نسويه كل يوم. فمو معناته ان نطلع في منصه انه والله احد يتكلم فيك، بالعكس انا قاعد امرر للناس الحقيقه. كيف تمرر للناس الحقيقه؟ ما عندك الا الطريقه هذه، ما حتقدر تهاجمهم وتقنعهم. يعني شفت الست الفلسطينيه امس جلسنا معاها نتحاور ساعه